مستمعينا أهلا بيكم في يوم جديد على راديو عامر وحلقة جديدة من برنامج أصل الحكاية. هيكون معاكم على مدار الحلقة أحمد السيد وسلوى جمال، وطبعا مستنيين تعليقاتكم واقتراحاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. النهاردة حكاياتنا مختلفة جدا عن الحلقة اللي فاتت. حكاياتنا النهاردة من تراثنا المصري القديم اللي دايما بنحب نسمع كل حكاياته. وأصل حكايتنا النهاردة يا أحمد في فقرة الموضوع ليه قصة عن شخصية معروفة جدا وكلنا عارفينها وموجودة في حياتنا دايما من واحنا صغيرين، ولحد دلوقتي بنسمع حكاياته وقصصه. الشخصية اللي هنقول أصل حكاياتها شخصية فكاهية انتشرت في قصص التراث الشعبي القديم، وهي شخصية جحا. شخصية جحا شخصية اختلف عليها كتير قوي من المؤرخين والرواه إذا كانت الشخصية دي خيالية أو حقيقية، وكمان في بعض المؤرخين قالوا عنه إنه مجنون، وفي اللي بيقول عنه إنه عاقل بس بيدعي الجنان علشان يقدر إنه يسخر من الحكام ويتريق عليهم بحرية. جحا محدش عرف هو عاش فين ولا حتى الزمن اللي هو عاش فيه، بس كل شعب كان عنده شخصية جحا خاصة بيه هو، كانت بتناسب ثقافة وعادات الشعب ده. حكايات جحا كانت واحدة في كل مكان، وصفات جحا كمان كانت واحدة ما اختلفتش من شعب لتاني. اللي كان بيختلف في الحكايات دي بس المكان أو الوقت أو الأسماء وشخصيات الحكاية. وكمان يا أحمد زي ما قلنا إن جحا اختلف عليه كتير قوي من المؤرخين، اختلفوا على حقيقة شخصيته. يعني في الأدب العربي جحا كان أبو الغصن دوجين الفزاري واللي عاش في عصر الدولة الأموية، وفي الأدب التركي اتنسبت شخصية جحا للشيخ نصر الدين خوجة واللي عاصر الحكم المغولي، وغيرها وغيرها من الشخصيات والأسماء المختلفة اللي كانت بتتنسب لجحا في كل بلد. وأقدم قصص احنا نعرفها لجحا كانت في القرن الأول الهجري، اشتهرت حكاياته أكتر في القرنين الثاني والثالث، ومن بعدها بقت حكايات ونوادر جحا على كل لسان، واتنقلت شخصيته لشعوب كتيرة جدا. بس تعالى نرجع كده يا أحمد شوية للتاريخ، هنكتشف إن كل شخصيات جحا ظهرت بعد ظهور جحا العربي أو أبو الغصن دوجين الفزاري. عارف ليه؟ لأنها انتشرت في القرون الستة الأخيرة، وأقدم الشخصيات دي هو شخصية الشيخ نصر الدين خوجة أو جحا التركي. وطبعا نوادر جحا كتير جدا وكلنا بنحب نسمعها، علشان كده هنحكي ليكوا قصة من نوادر جحا بس بعد الفاصل.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين معاكم في برنامج أصل الحكاية. وتقدروا تقولوا تعليقاتكم وآرائكم على صفحتنا على الفيسبوك. ولسه مكملين أصل شخصية جحا. ودلوقتي تعالوا نعرف حكاية ظريفة من نوادر جحا، وهي حكاية مسمار جحا. استنى بقى يا أحمد، أنا هقول حكاية مسمار جحا دي إيه. قصة مسمار جحا قصة ظريفة جدا، ولو إني ممكن أقول عليها حيلة خبيثة وذكية من جحا. أقولك كمل أنت الحكاية. أصل الحكاية إن جحا كان عنده جار عايز يشتري بيته عشان زهقان منه ومن تصرفاته، بس جحا ما كانش موافق، وكان جاره كل يوم بيزود التمن، لحد ما في يوم جحا وافق إنه يبيعه بس من غير ما يفرط فيه كله. كمل لنا بقى يا سلوى عمل إيه؟ أقولك جحا اشترط عليه إنه هيبيع له البيت، لكن هيسيب مسمار في حيطة البيت، وجاره وافق من غير طبعا ما يفكر إن الشرط ده وراه حيلة خبيثة من جحا. وبعد أيام اتفاجئ الراجل. عارفين اتفاجئ بإيه؟ اتفاجئ بجحا داخل عنده البيت، فسأله إيه سبب الزيارة؟ رد عليه جحا وقال له جيت علشان اطمن على مسماري. وطبعا الراجل رحب بجحا وأكرمه آخر كرم وقدم له الأكل، بس الزيارة طولت واستغرب الراجل جدا. وفجأة حصلت حاجة غريبة جدا من جحا. عارفين الحاجة الغريبة اللي عملها جحا إيه؟ إنه قلع الجبة بتاعته. الجبة دي اللي هي العباية بتاعته يعني، قلعها وفرشها على الأرض. وطبعا الراجل استغرب جدا جدا وسأل جحا انت بتعمل ايه؟ جحا رد عليه بكل هدوء هنام في ظل مسماري. وطبعا الحكاية دي اتكررت كتير قوي، وجحا كان بيختار اوقات الاكل علشان يشارك الراجل ده في اكله، بس الراجل مستحملش، ساب البيت لجحا وهرب. والله يا جحا ده يا احمد كان ذكي جدا. راجل فظيع. وبكده تكون فقرتنا الاولى خلصت. استنونا بعد الفاصل وفقرة قالوها زمان كده. ساعات بشتاق ليوم عشته وانا صغير، لشكلي قبل ما اتغير، لأيام فيها راحة البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم ولصوت عبد الحليم، لنومي في حضن لبس العيد وإحساس إن بكرة بعيد، لفنجان قهوة من أمي وأنا بذاكر، لفرحة أبويا لما أنجح وأكون شاطر، للمة عيلة في الصيف لما بنسافر على مطروح، لأول لمسة من إيدي اللي حبتها، لضحكتها ورقتها وبرقتها، لدمع في عيني يوم البعد خبتها وأنا مجروح. ساعات بشتاق ليوم عشته وأنا صغير، لشكلي قبل ما اتغير، لأيام فيها راحة البال عشان كنا ساعتها عيال. بشتاق لخالي وعمي والجدي، لحوادث من بتوع ستي، لليلة من ليالي زمان، لفرح بيملى كل مكان. ساعات بشتاق لبيتنا الكبير والناس مليانة خير، لباتوا في مرة يوم شايلين ولا عملوا حساب لسنين، للعب الكورة في الشارع في حتتنا، لأمي وهي بت
زي أسامينا، ولا الدنيا ولا الأيام تنسينا ليالي زمان ساعات ساعات لأيام فيها راحة البال عشان كنا ساعتها عيال. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين معاكم في برنامج أصل الحكاية. ودلوقتي معادنا مع فقرة قالوها زمان كده، واللي بنحكي فيها عن أصل الأمثال الشعبية. الحلقة اللي فاتت يا أحمد اتكلمنا عن ظهور المثل الشعبي، وقلنا إيه هو المثل الشعبي. وزي ما قلنا الحلقة اللي فاتت إن المثل الشعبي علشان هو سهل ومختصر الناس حفظته بسرعة وكانت بتستخدمه على طول في حياتها. لكن ده كان في العصور القديمة، وكانت الناس بتستخدم المثل الشعبي في أغلب كلامهم. ودلوقتي أحيانا بيدخل مثل من الأمثال الشعبية القديمة في بعض كلامنا. لكن يا ترى استخدام الأمثال الشعبية هيفضل مستمر مع الأجيال الجديدة اللي ممكن تكون ما تعرفش أصلا إيه هو المثل الشعبي، وتعرف مكانها بس إفيهات الأفلام والمسرحيات اللي بقت في كل كلامنا؟ يعني تقصد يا أحمد إن الإفيهات دي حلت محل الأمثال الشعبية، يعني بقت نقدر نقول عليها يعني أمثال شعبية عصرية؟ بالظبط كده، وهو ده سؤالنا على صفحتنا على الفيسبوك. هل انت شايف ان الامثال الشعبية هتختفي وهيحل مكانها الافيهات الحديثة؟ وكمان احنا نزلنا الشارع وسألنا الناس عن استخدام الامثال الشعبية. تعرفوا قالوا لنا ايه؟ تعالوا نشوف. لا هو اكيد الامثال الشعبية ده شيء مش هينفع ان هو ينتهي، يعني ده حاجة بتتوارث بين الناس، فما ينفعش انها تنتهي. ولكن الافيهات ديت حاجة دخيلة وهتفضل موجودة، ولكن ما ينفعش ان احنا نستغنى عن الامثال الشعبية. انا شايفه ان الافيهات ممكن تحل محل الامثال الشعبيه عشان هي بقت لايقه اكتر مع الشباب، بقت تستخدم كتير يعني في يوم. لا هي الامثال الشعبيه خلاص اتشالت دلوقتي، كل اللي شغال دلوقتي الافيهات، كل واحد عارف لي حاجه او عرف كلمه او بتاع دلوقتي بقى يقول عليها افيه او بتاع. ليه؟ ايه السبب؟ مش عارف والله، بس هي دلوقتي بقت لغه العصر دلوقتي، يعني خلاص يعني زي كل حاجات تانية كتير كل شويه يقول لك ده لغه العصر لغه العصر، فدلوقتي الافيهات برضو بقت حاجه جامده قوي. هي الافيهات هي اللي هتستمر، لان هي الناس دماغها بقت شويه في الافيهات، انما الامثال الشعبيه زمان كان ليها معنى، هي اللي كانت منتشره، كان ليها هدف يعني. انما الافيهات الموجوده دي انا مش شايفه لها ملهاش اي معنى يعني في الحياه. بس الامثال الشعبيه طبعا عمرها ما هتنتهي، لان موجوده من زمان جدا ولغايه دلوقتي ما انتهتش، فاكيد عمرها ما تنتهي. والافيهات عادي موجوده معاها عادي. الامثال الشعبيه لانها يعني حاجه يعني بتقول على الحاجه اللي بتحصل في الحياه، يعني الحاجه اللي بتحصل بجد، يعني هي الامثال الشعبيه بتجيب. يعني مثلا لما بقول لك انت مثلا اذا امشي عدل اللي احتار عدوك فيك، والكلام المثل الشعبي ده فهو دي صحيح، فهو يعني كده هتفضل على طول. يعني مدني ادم لو مش عدل مفيش حد يعرف يجيب وراه حاجه. ومكملين معاكم بعد التقرير، وزي ما سمعنا آراء الناس في الشارع. ودلوقتي تعالوا نحكي أصل مثل النهاردة، وهو اللي اختشوا ماتوا. كان معروف إن في زمان حمامات في مصر والشام في الأحياء الكبيرة والأسواق الكبيرة، وفيها اللي بيشرف عليها وينظم الدخول ويمسك الهدوم. وفي يوم من الأيام كان في حريقة كبيرة قوي في واحد من الحمامات دي، وكان في ناس كتير فيها. لما الحريقة دي حصلت الناس جريت وخرجت برا الحمام، بس هدومهم كانت مع الحراس اللي كانوا واقفين على الباب. أما بقى الناس اللي هم اتكسفوا يخرجوا قدام الناس بالشكل ده فضلوا جوه الحمام لحد ما ماتوا. ولما سأل الناس واحد من اللي واقفين إذا كان في حد مات ولا لأ، قالوا لهم اللي اختشوا ماتوا. وده سبب المثل اللي الناس بتستخدمه النهارده لما حد بيعمل حاجة غلط وما يعملش حساب لا العادات ولا آداب المجتمع. وطبعا الأمثال المصرية مش بتخلص، لكن للأسف وقتنا هو اللي خلص. استنونا في حلقة جديدة من برنامج أصل الحكاية. كان معاكم أحمد السيد وسلوى جميل.